السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمل مع بعض فيديو حلو جدا، وهنعمل كمان وصفات اقتصاديه النهارده. ما هو الشهر كله مش هيكون لحمه وسمك وفراخ، لازم طبعا يكون في ايام كده اقتصاديه، وكمان الاكل اللذيذ اللي بيفتح النفس فعلا، بيكون اطعم من اي حاجه تانية. هنعمل بقى اكله حلوه قوي مع بعض النهارده اقتصاديه زي ما اتفقنا، وكمان طعمها خطير جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه هنجيب الطاسه بتاعتنا او صينيه، حطيت فيها كده شويه من الزيت، هنزل بقى كده باربع فصوص من الثوم. طبعا الاكله بتاعتنا دي اساسي فيها الثوم، لازم نحط فيها كده شويه ثوم حلوين عشان تدينا طعم حلو جدا. هبتدي بقى اشوح في الثوم بتاعي لحد كده ما ياخد لون ذهبي فاتح، مش عايزاه يغمق معايا. اول كده ما نشم ريحه الثوم ويبدا ياخد اللون الذهبي الفاتح، هنبتدي بقى ننزل عليه بكميه الطماطم. انا هنا فرمه نص كيلو من الطماطم ومصفياها، طماطم حمرا كده وجميله عشان الاكله بتاعتنا تكون حلوه. تمام. قبل ما ننزل بقى بالطماطم هبتدي اطفي الثوم بتاعي كده بمعلقه من الخل، ودي بقى ساعتها كده بتشم ريحه تحفه قوي، وبتاخد الاكله بتاعتنا لحته تانية خالص، بتديها طعم حلو قوي. نزلت بالطماطم، هبتدي اضيف بقى الملح بتاعي اظبطه، وكمان هنظبط كده ربع معلقه من الفلفل الاسمر، وبس كده. هي دي التوابل بتاعتنا. هبتدي بقى اغطيها واسيبها كده تعيش حياتها علشان تتسبك على نار هاديه قوي. ضفت لها ربع معلقه صغيره بس من السكر علشان التسبيكه بتاعتنا يكون طعمها حلو. تمام كده. هنا بقى معايا زي ما انتم شايفين كده ده كيلو من البطاطس. هبتدي اقطعه كده زي ما انتم شايفين مكعبات صغيره، والبطاطس دي انا هقسمها على جزئين، هستخدمها في اكلتين مختلفين عن بعض. تمام. جزء كده هقطعه زي ما انتم شايفين قطع صغيره متوسطه كده، وبعد كده الجزء التاني هاخده اقطعه قطع كبيره شويه، وهنشوف هنعمل بيه ايه. هنا بقى معايا طبعا بتنجان وفلفل كوبي وفلفل حامي وبارد كده، ميكس حلو قوي من الفلفل علشان برضو هنستخدمهم في الاكله بتاعتنا. وطبعا لازم يكون كده معانا الفلفل بتاعنا سبايسي شويه، الاكله بتاعت النهارده بتحب تكون كده حاميه وجميله تمام. هنا بقى قسمت البطاطس زي ما قلت لكم، حجم كبير شويه زي ما انتم شايفين كده، والحجم التاني صغير حطيت عليه ميه. هاخد بقى الحجم الكبير من البطاطس ده، هجيب حله بقى او صينيه عندي فيها شويه ميه كده، ويا دوبك بس البطاطس هتكون الميه مغطياها مش اكتر من كده. هرفعها بقى على النار علشان عايزه البطاطس تستوي بشويه الميه اللي انا حطاهم فيها. تمام كده. يبقى هنسلق البطاطس، وادام قشرنا البطاطس نحط لها شويه ميه صغيرين يا دوبك بس تستوي علشان ناخد كده الفايده بتاعه البطاطس كلها. تمام. سبتها بقى تستوي وتعيش حياتها، ورجعنا هنا بقى للبتنجان اللي معانا. انا بحب اقشره كده، بشيل جزء من القشره واسيب الجزء التاني، بيكون شكله حلو. وكمان طبعا القشره بتاعت البتنجان اكيد بيكون فيها الفايده. وطبعا بتعملي الكميه اللي انت عايزاها، البتنجانيه اللي معايا دي كانت كافيه اللي هي تعمل لنا الاكله بتاعتنا. طبعا بتعملي بقى ايه زي ما تحبي والكميات اللي انت عايزاها. تمام كده. هبتدي بقى اقطع فيها كده. طبعا عايزه تقطعيها بقى شرايح كده مدوره زي ما تحبي، عايزه تقطعيها على اتنين. انا ساعات بقطعها كمان زي البطاطس كده، بقطعها قطع صغيرة احيانا، بس انا النهاردة هقسمها كده على اتنين زي ما احنا شايفين مع بعض. النهاردة هنعملها كده بالطريقة دي. تمام. التقطيعة اللي تحبيها هتعمليها مدورة بقى مقسومة اتنين كده زي ما تحبي. وبعد كده هنبقى نبتدي نضيف عليها رشة كده من الملح، واسيبها بقى على جنب شوية علشان ما تسودش مننا، وكمان الملح بيخليها ما تشربش زيت كتير على النار. تمام كده. هنركن بقى البتنجان بتاعنا وندخل على الفلفل، برضو هنقطعه زي ما انتم شايفين معايا كده. هنقطع الفلفل البارد ده كوبي طبعا، وكمان الحامي انا هسيبه سليم علشان ما يشطشطهاش قوي، نقطع البارد بس ونسيب الحامي زي ما هو. لو حابة كمان تستخدمي فلفل الألوان في الوصفة بتاعتنا هيكون شكله حلو برضو وطعمه حلو، والقيمة الغذائية بتاعته عالية جدا. عندك هتستخدميه، مش عندك هتمشي الدنيا كده بالحاجات اللي عندك، ما تقفيش على حاجة تمام. خلينا كده نخلي الحياة سلسة ونمشي كده على قد الحاجة اللي عندنا. قطعت بقى الفلفل وظبطت كل الحاجات، بقى نروح على النار. هنا البطاطس كانت تستوي التسوية كاملة بشوية المية اللي انا قلتلكوا عليهم. هنا بقى هضيف عليها حبيتين كده من البيض، معايا بيضتين بس، فلفل اسمر وكمان ملح. عايزين بقى تضيفوا شويه كمون زي ما تحبوا، انا هنا بستكفى بالملح والفلفل بس. وهنبتدي بقى نهرسهم قوي مع بعض كويس جدا.
بقول لكم بقى البطاطس دي طعمها خطير قوي، يعني انا من افضل انواع البطاطس اللي بحبها، وطبعا القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. لو اولادك مش بيحبوا البيض هتدخليه كده في البطاطس وهيكون طعمه حلو جدا. طبعا عايزه بقى تضيفي مكعب من الزبده هيديها طعم حلو قوي، عايزه تضيفي معلقه كده من السمنه البلدي برضو براحتك خالص، عايزه بقى شويه زيت برضو زي ما انا عملت. دي حريه شخصيه، الماده الدهنيه اللي انت عايزه تستخدميها هتستخدميها، بس لو حطيتي عليها كده مكعب من الزبده بيكون طعمها حلو قوي وبيفرق في طعمها جدا. اهم حاجه كده نهرس البطاطس كويس جدا، عايزاها ناعمه. وطبعا لو عايزين تضيفوا عليها كريمه لباني او شويه لبن كده ربع كوبايه صغيره براحتكم قوي، بس احنا النهارده الاكله بتاعتنا اقتصاديه ومش عايزين يعني نكلف نفسنا، الحاجة اللي عندنا نستخدمها. تمام. هنا بقى معايا تاني وصفة معايا، وده بيكون طعمه حلو جدا، الطبق ده بيكون خطير قوي برضو، بسيط جدا ومفيهوش اي حاجة. هنزل بقى بالبطاطس اللي احنا قطعناها كده قطع صغيرة، هبتدي احمر فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعها ده. وهنشوف هنعمل ايه تاني في البطاطس بتاعتنا، بجد من ألذ الاطباق اللي ممكن تعمليها، يعني ممكن تاكليه كده لوحده. لو عندك جبنه قريش بقى وعايزه تعملي شويه جبنه قريش كده بالطماطم جنب الطبق ده، اي حاجه عندك هيمشي جنبها، وهو لوحده بجد خطير قوي واقتصادي ومفيهوش اي حاجه، يعني مفيهوش اي حاجه صعبه. بعد كده بقى هننزل بالبتنجان بتاعنا، نبتدي نحمر فيه كده لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي معانا، ونرجع تاني للطبق البطاطس هنشوف هنكمله ازاي. يا ريت بقى تحطوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل الاشعارات الجديده. هنا بقى هجيب طاسه كده هنحط فيها معلقه كده من الزيت، مش هزود الزيت طبعا علشان انا هستخدم الخلطه دي للبطاطس. معايا كده فصين من الثوم، هبتدي بقى انزل بالثوم بتاعي لحد كده برده ما يطلع الريحه بتاعته وياخد لون اصفر فاتح، مش عايزاه يطول على النار اكتر من كده. وهنا بقى هنبتدي نشم ريحة التوم الخطيرة قوي. بعد كده بقى هكون مجهزة معلقتين كده من الخل، ننزل بقى نطفي برضو التوم بالخل بتاعنا، ويا سيدي بقى على جمال الريحة. معايا كمان هنا شوية كده من الكزبرة الخضراء، او عايزة تضيفي بقى ميكس من الشبت والكزبرة براحتك خالص. هبتدي اشوحهم مع بعض، وهبتدي كمان اضيف شوية من الفلفل الاسمر وشوية من الملح كده رشات بسيطة، وشوية كمان من الكمون. تمام. وممكن كمان تضيفي لو حابه شويه من البابريكا. تمام كده. هبتدي بقى اشوحهم كده لحد ما ريحه الكزبره تطلع مع الثوم كده، ونبتدي ناخدهم مع بعض ونروح نضيفهم بقى كده على بعض على البطاطس. وهنا بقى هتاكلي احلى طبق بطاطس ممكن تاكليه في حياتك بجد، بطريقه كده بسيطه وسهله وما فيهوش اي تكلفه خالص. تمام. كمان هضيف عليه رشه كده من الكزبره الفريش، يعني الخضره زي ما هي كده. وبكده الطبق بتاعنا ده جاهز. عايزه اقول لك ريحته جميله جدا وطعمه خطير قوي، جربوه ومش هتندموا. نرجع بقى للبتنجان بتاعنا تاني، كان كده خد لون، هنقلبه بقى على الناحيه التانية، وما نسيبش البتنجان بتاعنا ياخد لون غامق، يعني هو كده حلو قوي مناسب اللون الذهبي الجميل ده. بعد ما يتحمر كده من ناحيتين بنفس اللون، هنبتدي بقى نرفع البتنجان بتاعنا من النار. وبعد كده هنحمر بقيت بقى الكمية اللي معايا، وكمان الفلفل اللي احنا مقطعينه مع بعض. لحد كده مفيش اي مشكلة. الاكل ده يا جماعة هو اللي بيأكل وهو اللي بيفتح نفس، وبجد يعني اقتصادي ومفيهوش اي حاجة. طبعا اي بيت بيكون فيه البطاطس والبتنجان يعني والفلفل، فنحاول كده نمشي حياتنا ونظبط كده الدنيا بحاجات بسيطة، نعمل اكل حلو وسفرة برضو في الاخر هيكون شكلها حلو جدا وتشرفك كده، وهيكون الاكل طعمه لذيذ ان شاء الله. تمام كده. نبتدي بقى نشيل الفلفل بعد ما استوى، وانا ما بحبش اخلي الفلفل يستوي قوي، يعني بحب فيه يكون فيه قطمه كده بسيطه. هشيله بقى، وبعد كده هنرجع للصلصه بتاعتنا نشوف اخبارها ايه. طبعا الصلصه انا حطاها على نار هاديه زي ما قلت لكم، تتسبك براحتها خالص، علشان تاخدي تسبيكه لاي حاجه بتعمليها لازم تكون على نار هاديه خالص. بعد كده بقى هاخد كل الحاجات اللي احنا قليناها، الفلفل والبتنجان، وممكن كمان تقلي بطاطس وتحطيها في المسقعه بتاعتنا المصري الخطيره، بس دي اصل المسقعه كده. هسيبها بقى على النار كده دقيقتين، وطبعا لو حابه تدخليها الفرن هتدخليها الفرن، بس انا بستكفي كده بسيبها على النار كده دقيقتين، وبعد كده بطفي عليها وهتكون جاهزه معايا على التقديم على طول. ده بقى طبق البطاطس اللي احنا قلنا عليه الخطير قوي، جربوه مش هتندموا خالص عليه. وبكده بقى اول طبق كان جاهز معايا، تعالوا نشوف تاني طبق معانا عبارة عن ايه.
كانت بقى هنا المسقعه بتاعتنا خلاص، انا سبتها كده زي ما قلت لكم دقيقتين بس على النار في الصلصه كده تشرب من طعم الصلصه. ويا سيدي بقى على جمال المسقعه بتاعتنا النهارده، المسقعه المصري الاصيله بجد طعمها حلو جدا، مكوناتها كده بسيطه وما بتاخدش وقت خالص، وطعمها في نفس الوقت قمه اللذاذه. يلا بينا بقى على الطبق التالت بتاعنا، وده برضو طعمه حلو قوي، مفيد جدا للاطفال، ولو بتعملي دايت برضو هيكون حلو معاكي جدا. طعمه لذيذ وبرضو بسيط وما فيهوش مكونات كتيره خالص. تمام، جربوه كده بقطعه من الزبده بقى او اي طعم بتحبيه، هيكون حلو قوي معاكي. رشه كده بسيطه من الكزبره على الوش برضو علشان نظبط الاكل بتاعنا. وطبعا زي ما انتم شايفين معايا طبق بقى فيه ميكس كده من الخيار والجزر والطماطم، عندك بقى جرجير برضو هيكون حلو قوي جنب الاكل. هنا بقى عايزه تحطي الاكل بتاعك كده تقدميه بالشكل ده في الصينيه هتقدميه، عايزه بقى تغرفي في الاطباق كده هتغرفيه وهيكون شكله حلو برضو. يا رب الفيديو النهارده يكون كده خفيف عليكم ويكون حلو، لو عجبكم يا ريت تحطوا له لايك، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، هتوحشوني جدا، وباي باي.